السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ودايما في فيديوهاتنا متجمعين وفي قناة رانيا داوود، ودايما موجودين ومنوريننا بكل حاجة حلوة. طبعا عيد مبارك عليكم. كلتوا اللحمة ولا لا؟ خلصتوا اللحمة خلاص؟ يلا بينا ونوريكم الإبداعات والحاجات الجديدة. احنا اللي كنا بنجيب العباية والدرس ب12,500. طبعا تعالوا بقى ونوريكم احنا بندفع قد ايه وبنكلف قد ايه في لبسنا وكده. هنا بقى ايه رأيكم في الاوتفيت بتاع نور؟ ايه رأيكم؟ بجد 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 كده عاوزة رأيكم، كومنتات جميلة كده جدا تكتبوها لنا وتقولوا لنا كده ايه رأيكم في الاوتفيت ده، وتشوفوا لنا ايه نظامه حلو ولا لا. بالنسبة بقى للإشاعات اللي احنا سمعناها هنا كده، طبعا هنتكلم دلوقتي في الإشاعات، بس هنا بقى بوريكم اللي هو دي مفاجأتنا ان احنا حولنا بالفعل الإسدال اللي هي كانت حلمية جايبه لنور لها في هديتها من العمرة، وكانت كبيرة، فكل اقترح عليا اللي انا اخدها. نور قامت قايله لي بصي ايه ده وجو الصعبانيات ده لا بقى مش عليا، لان انا كنت قلت في الفيديو ان انا ممكن اعيد تدويره واعمله دريس، فطبعا ما عملتش كده وقلت خلاص هنسيبه، وكنت مطلعاه على السرير علشان خاطر اعمله يوم الوقفة والبسه يوصل صلاة العيد. هي من هنا شافته وضرب في نافوخها وفكرت تعمله. عملت ايه بقى يا نور؟ طبعا رحت اخدت الاسدال ورحت جري على طنط نادية، قلت لها الحقيني اغسيني. ماما ناوية تاخده وتعمله ولا؟ انا جايه لسه واخداه قفشه من كطفان. تحت ايد ماما. تتصرفي لي، انا نفسي في جنب صوت بدور له على قماش وبدور له على حد يعمله لي بسرعه. خدي دي وتصرفي لي فيها. قالت لي تعالي لي المغرب. رحت ولا خدت مقاسات ولا عملت اي حاجه، بصت عليا قصقصت وقالت لي تعالي المغرب. لا كده طنط نادية تستاهل الترند، يعني كده عامله لك الطقم ده واللبس ده والاوتفيت ده من غير ما حتى ما تاخد مقاسات القياس بتاع خالص. اللبس. وقلت لها على في دماغي وعلى كل الحاجات والنقط المعينه اللي هتبقى في الجامب سوت، وعملتها كده اثبتت ان مش اي حد يمسك المقص، ومش اي حد يبقى ايه، يبقى مكان طنط نادية ويبقى جدير بالمهنة ده. ادي العيش لخبازينه حتى لو كان نص. طبعا هنا نور ايه رايكم بتوريكم فيها بقى؟ هي مريحه 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 وجميله. وايه رايكم في اللون؟ طبعا هي كانت جايبه لكم الطرح كده، جابت لكم البيبي بلو، جابت لكم الاخضر الملكي واللي هو الكموني، كل ده جربتهم عليه. عاوزه اقول لكم كل درجه لون في قلب ال اسمه ايه يا نور؟ عشان كل درجة فيه بتطلع اللون، بتبقى كده مبهرجة كده، مطلعة اللون اللي فيه بتظهره. يعني الوقت ده ظاهر الزيتي او الاخضر اللي فيه، بعد كده اي حاجة تانية بتظهره. ايه رأيكم تلبس عليا ايه؟ انا قلت لها بدلي براحتك، بس احنا هنحب الهادي شوية. بالنسبة بقى ل12,500 بقى، دي اشاعات سمعناها الفترة الاخيرة مجددا. قال ايه؟ انا مش عارفة ان كنت انا مادية وبحب الفلوس ولا بخيلة وكنت ببخل على عيالي. في كلا الحالات بيطلع كلام ان انا ماديه وكنت بحب الفلوس، لدرجه ان انا كنت بجيب الدرس ب12,500، اللي هو لا يعقل حد يجيب درس ب12,500. المشاهير هم اللي بنسمع فيهم عندهم الحاجات دي، لكن احنا شفتوا اقل حاجه كنا بنعمل كده. اي حاجه عندنا بنعيد تدويرها بكل الطرق وبنظبط الدنيا على اساسها، والدنيا كانت بتبقى فل وتمام، وبنجيب حاجات على قد ظروفنا وقد دنيتنا. عمرنا في حياتنا ما جبنا حاجات غالية أزيد من اللازم. لازم بنجيب الحاجة اللي في السوق وحاجة حسب ظروفنا، وممكن احنا ندور لحد ما رجلنا تورم لحد ما نجيب حاجة حلوة وكده. هي بس الفرق كان بيننا وبين الآخرين ان احنا نعرف ننقي ونختار الحاجة اللي تنفع لينا وتبقى مظبوطة علينا، مش بنختار حسب الموضة، مش الموضة اللي تمشيني، لكن الستايل اللي ينفع عليا أنا، اللي يمشيني ويصح ليا. ده الفرق شوية. فعشان كده ضحكت وقلت يا جماعة أنا مش عارفة أنا البخيلة ولا أنا المادية. بكلا الحالات الحمد لله أنا ولا عمري كنت بخيلة ولا كنت عمري مادية. أنا عمري طول عمري عيني ملانة وبحب الخير وبحب كل حاجة حلوة، وعلى قد الحافي بمد رجليا وعلى قد دنيتي بمشي عليها، لدرجة إن إحنا عملنا من الفسيخ شربات. أيوة إحنا اللي عملنا من الفسيخ شربات. إن إسدال غيرناه وعملناه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هي ياسين رايح فين؟ مين هيوديك الدرس؟ أنا توديه فين؟ أقعد عند الله على الشكل.
عند أبلة على السكة كده اهو. انت اللي عارف مكان الدرس؟ انت أول مرة تروح؟ انا ببص لقيت واحد دخل، ببص لقيت واحد دخل عليا بيقول لي تعالى وديني الدرس. بقول له درس، بقول له درس فين؟ بيقول لي الدرس عند مين يا ابني؟ يقوم جاي لي ابله، يقول لي اسم غير اسم الابله اصلا. انت مش عارف اسم الأبلة؟ امال عرفت اسم الأبلة هنا. امال انت كنت بتقول عليها ايه؟ انت ما بيقول عليها امان. بيقولوا عليها امان. ايه اللي جابها نقل ايمان؟ غيرت يا طفطف؟ ها؟ غيرت؟ اه روحت غيرت وسرحت معوج الشعيرتين على جنب. انا اللي عم سرحني. ايه؟ يعني انت مش مسرح هناك؟ الحمد لله اللي انت رحت غيرت. ياسين كان جاي لنا بقى عسول، راح غير بقى، كان عاوز عبد الله يوديه الدرس. كل ده عبد الله انت هتروح والعيال طلع. هو اساسا ياسين اول ما شاف الساعة، ياسين اول ما شاف الساعة جاله صدمة. هو المفروض الواد كان عنده درس العصر. هو جاي وجاي لك بعد ده الكهرباء قطعت وهتيجي. انت اكيد العيال عبد الله النهارده بقى عرفوا البيت وبعد كده هو يجي على طول. لا عبد الله كان خد له دوش، قعد ساعة في الحمام. وهو جدا بيعمل كده معانا. انت جاي الساعه 4 او حاجه، اجي ابص اقول لك روح وتعالى، قال لك جاي الساعه 5 وانا اجي ادخل استحمى، وكنت هتدخل تستحمى تستناه، وكنت اروح في ثانوي. شاطر يا ولد والله جدع يا عبد الله فعلا يعني يا ابني خد دش سريع عشان المشوار. منور بره مضلم عبد الله. ولو قفلنا الستاره الكهرباء قطع، محدش يشوف حد خالص بقى. ما انا شرحت له مكان. هو كلامه صح، المفروض انت عما كنت رحت، عما هو كان راح كان جه لقاك شطفته وخلصت. انا شرحت له مكان الدرس، فضل يقول لي لا مش عارف. هو مش عارف، وديه بايدك علشان يفهم وبعد كده يبقى هيجي يروح على طول. صح يا ياسين؟ بدل ما يتوه ويروح اي بيت تاني. يلا خلصتوا؟ لا يا عم زمان الناس طلعت يا عبد الله، زمان العيال روحوا. واجيب البطاطين بقى بالمره، اللي الراجل هيمسكني يعلقني من قفايا. البطاطين زمانها دابت في الحر دي، ولا اتوسخت تاني وعاوزه تتغسل. اي والله. هتقول هنودي له عبد الله هو اللي يغسل البطاطين تاني. صح يا ياسين؟ انت رايح درس ايه؟ كل حاجه. عربي وانجليزي ورياضه وحساب. عربي وحساب وانجليزي. تأسيس. يلا يا معلم ظبطت تسريحتك، ظبطت دنيتك. شاطر، ايوه كده، برافو عليك. رتب برافو. النبي عبد الله هنحسسني بقى في الضلمه. المفروض كنت معاك. ماشي يا اسطى. اقفل بقى النور والمروحه عشان ما الكهرباء تيجي. طب ما تضلمش بقى طيب. الباب، هو ده اللي منور، بيشد الباب هو ده اللي منور. انا بتوع في ايدي، انت لا تسلم اللي انا جايبه. وهنا كده في فقرتنا اللي فاتت كان ياسين منورنا وجاي لي عبد الله عشان يوديه الدرس ومصحيه من النوم، وعبد الله بقى عم قام خد الشاور وكده خلاه عدى الدرس، اخره عن الدرس بس عرفوا البيت لانه ما كانش يعرف بيت المس، خلاص عرفوا. هنا بقى كنا موديين بقى بطاطيننا علشان تتغسل، كانت تجربه. كله قال لي يا رانيا ما فيش مكان عندك تغسلي فيه وما فيش ميه ومش عارفه ايه يا ستي ودي. قلت مش مشكله، خسر جيبك ولا تخسر حاجتك، اهم حاجه حاجتك وبعد كده احنا اللي بنجيب الفلوس مش الفلوس اللي بتجيبنا. المره اللي فاتت حطيت كلور وكمان الحاجه كانت ضيقه ومش كويسه، يعني مش كويسه ناس صغيره على الحاجه، فحسيت اللي فيها حاجات كانت الكلور اثر فيها شويه. انا طبيعه عندي طقوس وعندي كده لازما يعني احس ان انا نضفت، اشم ريحه الحاجه كده بالنظافه. قلنا ايه؟ قلنا نوديها عند بتاع السجاد المغسله يغسلهم. عاوزه اقول لكم كانت اكبر غلطه في حياتي ومش هتتكرر تاني، والوقت انا مش عارفه اعمل ايه في الكارثه اللي حصلت لي في بطاطيني او في الحفتي، كارثه كبيره يا عم والله، هم دول اللي حيلتي. فبعدين باظوا يا جماعه، باظوا الوقت هتشوفوهم. بصراحه انا حزينه جدا 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 عليهم. انا مديهم عشان يجولي فله يجولي شمعه منوره، يجولي قطه مضلمه، انا مش حصله شمعه حتى مطفيه. اتصدمت، كان هيفضلوا كده في الشنطه. قلت لا لعبد الله طبقهم وحطهم في الشنط بتاعتهم وعينهم، فبالتالي غير كده ما كناش هنكتشف الكارثه. كانت كارثه بالفعل جدا، اتصدمت فيها. قولوا لي اعمل ايه فيهم بجد، انا مش عارفه اتصرف ازاي، لان ده هيكون طبعا في حاجات من دي بتعلم ما بتخرجش بسهوله وما بتطلعش بسهوله، وانا اصلا المكان مش متاح ان انا حتى
اعرف اغسلهم كويس عندي. طبعا احنا وريناكم في اول الفيديو الاوتفيت اللي احنا غيرناه، وطبعا الحمد لله يا جماعه باقل حاجه في حياتكم تقدروا تظبطوا دنيتكم ودنيتكم تتظبط وتبقى جميله. وكل حاجه بتيجي واحده واحده والحمد لله. لو غيار واحد ونغسله ونلبسه فاحنا مرضيين ومستورين، وطول عمرنا راضيين وكده. شفتوا اللي حصل؟ شفتوا؟ شايفين اللي الحفه حصل فيها ايه؟ انا موديها لهم عشان تتغسل وتيجي لي منوره وحلوه كده، اتباهى بيها وافرح بيها وانا كده متغطيه بيها. ايه رايكم؟